واش باغي دير باسبور ديالك ولكن محتار كيفاش تعمر الاستمارة بطريقة صحيحة وبدون أخطاء؟ في هذا الفيديو غنشرح لك خطوة بخطوة الطريقة الصحيحة لملء استمارة جواز السفر المغربي بطريقة بسيطة وسهلة حتى للمبتدئين، واخا تكون أول مرة تديرها بقى معايا حتى الآخر حيت غنشارك معاك نصائح مهمة غتجنبك ترفض الملف ديالك ولا دير فيه شي خطأ، وخليك مركز حيت هاد المعلومة غتفيدك بزاف. أول حاجة الموقع راه في صندوق الوصف أو في أول تعليق مثبت. أول حاجة غيديك لهاد لاباج هاد الصفحة كتجي كتختار هذا غادي نشريو دابا تمبر سيو، غنضغطو على هاد الأيقونة اطلب طبعك الإلكتروني عبر الإنترنت، كتجي كتختار هادي اشتري طبعك الإلكتروني عبر الإنترنت، كنضغطو عليه غيديك لهاد الصفحة الثانية. ركزوا معايا هنا كتجي كتكليكي هنا غيعطيك تختار واش طابع جواز السفر، طابع رخصة الصيد، طابع حمل السلاح يعني السيو على حساب تمبر. حنا عندنا جواز السفر باسبور غنجيو نختارو هنا ونكليكيو عليها، غتكليكي على هادي إضافة الطابع هكا غيطلع لك الثمن ديالها هنا 500 درهم اللي يساوي. غتجي تكتب نمرة التليفون ديالك مثلا هكا تعاودو هنا. هنا إما غتخلص بالبطاقة البنكية ديالك هاد الاختيار الأول، الاختيار الثاني يعني تمشي تخلص غتخرج لك ديك الروسية تمشي هاديك الورقة تمشي تخلص بها في كاش بليس ولا تسهيلات ولا ضمان كاش ولا في أي بلاصة، المهم أي أجونس كتكليكي عليها هنا. هنا كتجي كتكتب هاد الكود اللي هنا مكتوب 4 اف اكس دي 8، دير تأكيد الطلب غيجيني واحد الكود دابا للتليفون في ميساج ها هو وصل. المهم 66 170 167 عفوا 167 كنجيو هنا تأكيد ها هو دابا وجدنا الورقة ديال السيو كتحمل هاد الطريقة حتى في التليفون تقدر ديرها. المهم ها هي كتحمل معنا هاد الورقة كتديها عند كاش بليس ولا تسهيلات كتخلص بها يعطيك الروسي ديالك. من بعد ملي كتخلص غيجيك واحد الكود، دابا غنرجعو لهاد إملاء طلب جواز السفر. دابا مثلا خلصتي دابا غيجيك واحد الكود للتليفون ديالك غديرو هنا ها هو كود تمبر فيه 14 نوامر كديرو هنا مثلا هنا كامل هنا كتركز فيه مزيان مدير بو فيه شي غلط، إلا درتي فيه غلط هاديك 500 درهم راه تمشيلك، يعني غيرفضوا لك الدوسي ديالك ويرجع. المهم حاول ما أمكن ما ديرش فيه الغلط راجعو مزيان. المهم اللي كديرو هنايا بالنسبة للناس الكبار الراشدون أشخاص تحت الوصاية، القصيرون اللي عندهم من 12 حتى ل 18 تكليكي هنايا، القصيرون أقل من 12 سنة تكليكي هنايا. حنا بالنسبة عندنا الراشدون الكبار. المهم كما قلت لكم كديروا هذاك الكود هنا فيه 14 نوامر، هنا النمرة د لاكارت ناسيونال، هنا التقنية ديالك، هنا الاسم ديالك بالعربية، التقنية ديالك بالفرونسي، الاسم ديالك بالفرونسي، التقنية ديالك هنا بالعربية. هنا كتجي كتختار ذكر ولا أنثى كتختارها. هنا كدير تاريخ الازدياد ديالك كامل هنا، هنا المدينة اللي تزاديتي فيها، هنا الدولة اللي تزاديتي فيها كدير ماروك. هنا ماشي ضروري دير نمرة التليفون ديالك ولا الإيميل ديالك، اللي بغا يديرو يديرو اللي مبغاش معليش، ولكن ملي كيخرج الباسبور ديالك راه كيتصلو بيك ولا كتجيك ميساج في الهاتف، يعني من الأحسن ديرها. هنا كدير الكود اللي كاين عندك في لاكارت ناسيونال. هنا فيل مثلا العمالة اللي تابع ليها، مثلا حنا الناظور مثلا كدير كود بوسطال ديالك نتايا هنا، كتجي كتكتب هاد الكود وكدير تأكيد وكتعمر معاك ديك الورقة ديال جواز السفر الاستمارة، تامبريمي منها واحد 4 هي كيكون فيها جوج الأوراق، دير منهم الدوبل 4 صافي. تحتاج جوج فوتوكوبي د لاكارت ناسيونال، إلا كان عندك باسبور قديم دير له فوتوكوبي جوج نسخ عفوا، وتحتاج جوج تصاور وصافي. تمشي تدفع الدوسي ديالك البشوية ولا المقاطعة اللي عندكم ولا الملحقة، وفي ظرف 12 يوم حتى ل15 يوم الباسبور غيكون واجد إن شاء الله. وعاود على حساب المدينة اللي فيها نتايا على حساب الضغط اللي عندهم. المهم مثلا حنا هنا في الناظور دغيا من 12 يوم حتى ل15 يوم يكون الباسبور ديالك واجد. المهم إلا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش لايك
اللي عنده شي سؤال مرحبا. المهم أي واحد احتاج شي حاجة يخلي لي تعليق نرد عليه إن شاء الله. شكرا لكم على المشاهدة.